إلى الرأي العام العالمي وإلى كل الأحرار والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان. تمر اليوم 5 سنوات كاملة منذ سيطرة حركة طالبان على مقاليد الحكم في أفغانستان. 5 سنوات لم تكن سوى مرحلة ظلامية من التراجع القسري والحرمان المستمر، تحول خلالها واقع النساء والفتيات هناك إلى إحدى أكبر الأزمات الإنسانية والحقوقية في عصرنا الحديث. منذ اليوم الأول لوصول طالبان إلى السلطة أصبحت النساء في أفغانستان مواطنات بلا حقوق وعرضة لمخاطر دائمة تهدد أمانهن ووجودهن. لقد جردت المرأة الأفغانية من أبسط حقوقها الأساسية التي كفلتها القوانين والشرائع الدولية، حرمانها من التعليم وإغلاق أبواب المدارس والجامعات في وجه الفتيات ومحو حلم أجيال كاملة في المعرفة والتطور، سلب الحق في العمل وإبقاء النساء من الحياة الاقتصادية والعامة ومحاصرة قدرتهن على إعالة أنفسهن وأسرهن. قيود الحركة والانتهاكات المتكررة وتزايد حالات الاعتداء والتضييق على حركة الحرية والتعبير ومحاولة طمس الهوية النسوية نهائيا من المجتمع. إنما يحدث في أفغانستان ليس مجرد سياسات محلية، بل هو جريمة واضحة بحق الإنسانية والكرامة الإنسانية. إننا في مؤتمر ستار ومن موقع مسؤوليتنا الإنسانية والنسوية نعلن تضامننا ووقوفنا الثابت إلى جانب نضال المرأة الأفغانية. نضم صوتنا إلى صوت نساء أفغانستان الحرائر بمطالبهن المشروعة ونيل كافة حقوقهن السليبة والمتمثلة في التعليم والعمل والعيش بكرامة وأمان. ندين بكل شدة جميع أشكال القمع والاعتداءات اليومية الموجهة ضد النساء والفتيات الأفغانيات. نطالب المؤسسات الدولية والهيئات الحقوقية بالخروج من ساحة الصمت والبيانات الرمزية واتخاذ خطوات فعالة فعالية وحازمة للضغط على سلطة طالبان لوقف هذه الانتهاكات فورا. ستبقى إرادة النساء أقوى من كل سياسات الإقصاء والتهميش. عاش نضال المرأة في أفغانستان، عاش نضال المرأة في العالم، عاشت إرادة المرأة الحرة، المرأة حياة الحرية. جنسيان آزادي، جنسيان آزادي، جنسيان آزادي، جنسيان